بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم إخواني المشاهدين ببلدية حسي بحبح، إخواني المشاهدين عبر التراب الوطني، السلام عليكم. تقبل الله منا ومنكم صيام هذا الشهر الفضيل. اليوم رانا نمارس دورنا كإعلاميين، وقمنا بزيارة لتجزئة بالأحرش أحمد، المرحوم بالأحرش أحمد بحي بوعافية، وزرنا الموقع المشروع اللي صارت عليه اليوم كما يقولوا وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية، وتم على إثره توقيف 5 من شباب الحي لطلبهم تعبيد هذا الطريق كليا، أي أنه التعبيد كما تلاحظون ما يقفش هنايا، لأنه جميع مياه الأمطار التي قد تسقط أو التي سقطت في السابق لو إن شاء الله تكون كاين أمطار، يعني هذا الحي راح يتضرر وراح تدخل مياه الأمطار تتسرب للمنازل. راكم تلاحظوا المنازل، البيوت هذه البيوت مستقبلا. هذا الشارع يبدأ مع انه اطول شارع في بوعافيه. هذا اطول شارع في بوعافيه، يبدأ من فرع البريد بحي المحطة الى نهايته بواد بلدية حسي بحبح، يقول له واد خولد او منه. هذه وتلاحظوا باللي كاين هذا الطريق راح يعبد، معناه داخل في المشروع هذا الطريق، رغم انه طريق استثنائي او طريق جزئي او طريق فرعي، في حين انه الطريق الرئيسي اللي قد يسبب او الشارع او الطريق الرئيسي اللي راح يكون شارع استراتيجي ما يمش راح يعبدوه. المقاول قام باستفزاز الشباب ورفع عليهم دعوة قضائية، وهم يطالبوا بحقهم. قالوا له يا خويا احنا يا ماناش نحبسوا في المشروع، احنا حابين نستفسروا على واش هذا المخطط هذا وعلى واش الدار هذا مخطط خاطئ. هذا كون واحد يفتح سبالة ولا يسيق دار وراه تلعب كاع هنايا، الجيران قاعد تقرق ما مش دايرين حساب. وراها الدراسة التقنية. انا نشوف فيها بارسياليتي، انا نشوف فيها محاباة. هذه محاباة، هذه بارسياليتي، هذه محاباة. انا نشوف فيها محاباة، بالاضافة الى لا كوربسيون. هذه راه تبديد المال العام، هذه راه فساد. هذايا المشروع كذلك، الطرقات راه ماشي يخدموا فيها بطرق علمية، وراها لي زافالوار، وراها الرقابة، وراها الامور، وراها يا جماعة ما تعفسوش علينا. هذا المال العام، المال العام اقرق، المال العام وقرق، راه قرق خلاص، قرق مسكين، قرق ما كاين والو. 160 مليار ورانا روطار. او سي غراف، والله سي غراف. خلاص يا نمار. وراك معالي وزير العدل، وراك يا وزير الداخلية، سي تبون المعروف بمواقفه ومعروف بصرامته في الإدارة. حسي بحبح راح تغرق في الفساد، الأحياء راح تغرق كذلك بسبب غياب المقاييس في إنجاز الطرقات، بسبب أنه هناك تآمر كيفاه مقاول يشد ان بروجي بانفلوب هكذا تلقائيا. احنا ما شفناش كاع. عندنا بعض المعلومات تفيد بأن هذا المشروع قد سلم بدون انفلوب، بدون هكذا. احنا دروك نتسائلوا. احنا المواطن دائما ضحيه، المواطن دائما لما يدير احتجاج سلمي ويطالب بحقه، الامن يقبض ويده، الوكيل الجمهوريه يجر كانه متهم ولا سارق. هل اصبح الذي يطالب بحقه لصا في هذه البلاد؟ فهمونا في هذا السؤال. انتم تقولون كيفحوا الفساد، وتقولوا رانا اليوم برا وزير العدل مش عارف، قال رانا برانا اكثر من 120 منتخب وتم ارجاعهم الى مهامهم. رجعتوا ذوك للمواطنين تقبضوا عليهم، اصبح الضحيه لص واللص بريئه. سي غراف. احنا ذوك هنا نحطوا نقاط على الحروف، هذه اهانه للمواطن، وهذه راح تاثر على لي زيليكسيون بروشين. المواطن هنا راه كره
رانا مهمشين في ذا الحي، مهمشين في جميع المدينه، كلش اللي نرى العقرب، مهمشين في الحي، رانا مهمشين. الحشرات الضاره، العباد الضاره، العباد الضاره اكثر من الحشرات الضاره، العباد الضاره اكثر من الحشرات الضاره. وراها اللجان، وراها الامور، وراها تدخلات الوزاره الخرجات اللي يقولوا رانا نديروا، وراها البرلمان هذا اللي ما في الاخير ما طاقش يحضر جلسه ما قدرش يحضر جلسه، ما طاقش يديرها تاع 4 مشاريع ولا 5. وشنو هذا الانقسام؟ وشنو هي؟ ورانا درك فهمونا الى اين الجزائر، الى اين؟ وفالا الجيري كما قال المشاهد والمناضل والرئيس الراحل محمد بوضياف رحمه الله. يا خويا ما احنا بلغنا رسالتك اعلاميين، احنا نهضروا بحريه باش نوصلوا صوتنا للسلطات، ما زالت عندنا ثقه في هذه السلطات، لكن الرساله الوحيده اللي نقدروا نقولوها واللي نختم بها، ونحن في شهر الصيام والقيام، الله يهدي هاد المسؤولين المحليين اللي تلاو البلاد والعباد، ونقولوا البلاد راها في خطر. وش نقولوا هذه اللجان التحقيق القضائيه راها ولات مجرد مسرحيات، ما كاين والو، كاين شكاوى بالمنتخبين وكاين كذا وكاين كذا، ما كاين والو. سبحان الله، ما ناس تشكي بعضها وبعد يديروا تنازل وبعد يرجعوا لبعضهم يمارسوا في المسرح. المهم احنا عندنا هذا الشارع جينا على جالو، ربما دخلنا في متاهات، لكن الله قارب، خرج فلت الامر من ايدينا. شوفوا الشوارع، هذا الشارع نطلبوا الوالي يتدخل السيد الوالي، يا سيد الوالي يتدخل، ورينا وراك فهمنا. هالدخل راه ما تقدرش تقطي السمج بالغربال، خلاص امورها مفضوحه. السيد الوالي اتدخل السيد الوالي، رحمه على الوالدين، رحمه على الميمه اللي جابتك، رحمه على الشهداء، اتدخل. هاو رانا في رمضان، خافوا ربي. راه الهم كلانا، دراهمنا ما كليناهمش، 3 عهدات 160 مليار مجمده جات راحت هباء منثورا، مش عارف وين. ربنا ولك الحمد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.